بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم بارك وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل على النبي. ازيكم يا غاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبركة. كل سنة وانتم طيبين. وحشني جدا جدا. ربنا يبارك فيكم وتسلموا، ما تحرمش منكم ولا من سؤالكم دايما. ربنا يخليكم ليا ويبارك فيكم ويسعدكم ويجعل في بيوتكم الخير والبركة والسعادة، قادر يا كريم. ويحوش عنكم كل مكروه يا رب، احنا وانتم كل الناس اجمعين على وجه الارض. ازيكم، ازاي اخباركم؟ النهارده هعمل معاكم طريقه قرص حلوه قوي. القرص بصوا، هي قرص مبسوسه. يعني ايه؟ يعني اني بس اديق كده في السمنه. القرص الفلاحي الاصليه بتاعت زمان. منها القرصه رقيقه ودايبه وطريه. يعني بصوا، كل حاجه فيها يعني دايبه وطريه ورقيقه وناشفه. كل الصفات في القرصه دي تمام. كل القرصه دي كنا بنعملها زمان كده برضو حلو. هقول لك على كذا حاجه كده. شوف الفيديو واسمعيه وان شاء الله كل اللي انت عايزاه. وحبيبتي اللي كانت قايله لي على القرص الطريه، وانا قلت لها ان هنزل فيديو قرص واقول لك ازاي تعملي القرص طريه. سامحيني في التاخير. الفيديو لو شفتيه هقول قايله لك على طريقه القرص الطريه. تمام. انا دلوقتي معايا هنا 7 كوبايات من الدقيق. معايا 7 كوبايات من الدقيق. خلاص. عايزه تخلوهم 8، ال8 كوبايات دول كيلو. عايزه تخليه كيلو، هقولك تعملي ايه في مقدار السمنه. تمام. انا معايا هنا 7 كوبايات من الدقيق. خلاص. دقيق جميع الاستخدامات، دقيق مغلف مش سايب يا جماعه. حطيت عليهم ايه، نخلتهم وحطيت عليهم رشه من الملح، وحطيت عليهم ربع معلقه من البيكنج باودر. تمام. وحطيت عليهم ايه، كوبايه ممسوحه، يعني ناقصه كده عقله صابع من السمنه. تمام. كوبايه ممسوحه ناقصه عقله صابع كده من السمنه. تمام. السمنه بس سيحتها مثل التماسك اللي هي فيه. تمام. وقمت ايه، حطها على الدقيق. قعدت شربت الدقيق كله من بعضه، يعني خليت الدقيق اتشرب من السمنه. إيه ده بيخلي القرصه طريه، وبيخليها مش معضمه، ومش بيخليها ناشفه، وبيخليها دايبه كل حاجه. فتشربيه زي ما انت شفت كده، شربته كله من الدقيق واتكيت عليها كده. لقيتها كلها متماسكه، يعني كلها شربت الدقيق. تمام. معايا بقى هنا ايه، معايا شويه من اللبن الرايب. معايا كوبايتين مثلا او تل او نص كيلو لبن. حطيت فيه معلقتين زبادي وركنته يروب. تمام. يعني بصوا، شوف هنا الاول العجينه في ايدي طريه خالص ازاي. عجينتي طريه. القرصه تطلع معاكي حلوه، خلي العجينه طريه. ما تخليهاش ناشفه تبططها كده كانك بتبطط عيش زي الفطير. كل ما العجينه بتاعت الفطير تبقى حلوه كده وطريه كده، ما تكونش عجينه ناشفه، تلاقي الفطير يطلع طري ومورق. خلاص. يبقى انا معايا، تجيبي نص اللبن الرايب بقى. انا ما عنديش لبن رايب. اللبن الرايب غالي، انا قلتها كتير، اللبن الرايب غالي. لا، ده انا عايزاه له ازازتين 3. نص كيلو لبن. واحطه في قلبه معلقتين زبادي. خلاص. احط في قلبه معلقتين زبادي، وتسيبيه يعمل زبادي، وتاخدي منه تعجني. واللي يفيد خليكوا ليه، يعني اللي يفيد يبقى يتاكل. م، كأنه بتاكلي زبادي. خلاص. دي سهله جدا. بدل ما او رايب اللي انت بتعملي اللي هو بتاع الجبنه القريش، بس ده بيقعد 3 ايام عبال ما تعمليه، ملوش لازمه. فانا بجيب نص كيلو لبن، واقوم جايبه فيه معلقتين زبادي مقلباهم حلو حلو قوي قوي كده. واقوم مغطيه عليهم مثلا من بالليل واسيبهم للصبح. هعمل القرص الصبح او اعملهم الصبح، واسيبهم كده على العصر، هيكون الجو حر، هيعمل معاكي زبادي. تاخدي وتعجني. خلاص. هتعجني على قد، شوف العجينه بقى، انا هوريكي بقى هنا العجينه عامله ازاي. اوريكي العجينه، طراوه العجينه. شوفوا انا هنا بقى بضيع منها، انا ما بسيبهاش تخمر للاخر. لا، انا بسيبها تخمر اخمرار. بص انا اوريكم بقى. بضيع بس منها الخمرار. مش تخمر بقى تملى الطبق والكلام ده، لا. انا مش عايزاها تخمر. الجو حر. بصوا بقى انا اوريكم حاجه. بصوا، شوفوا المنظر ده. العجينه هتسيبها تخمر، هتسيح. الجو حر. سيبها بس ربع ساعه بس وهشتغل فيها. شوفوا هي في ايدي طريه جدا زي الميه. هسيبها ربع ساعه واقوم اشتغل فيها، وارجع اسيبها ربع ساعه برضو تخمر في الصينيه. بس مش عايزاها تخمر وتملى الطبق على اساس يبقى الطبق مليان والكلام ده، لا. لا، انا بعد ما اعجنها ربع ساعه
هي بتريح وزي ما انتوا شايفينها كده. وبعد كده بقطعها. انا هنا عامله القرصه كبيره زي القرصه الفلاح اللي كنا بنعملها زمان، اللي كانت امي وستي بنعملها زمان. قرصه كبيره كده قد الرغيف. كانت القرص زمان كده يا جماعه قد رغيف العيش كده. القرصه كبيره كده وتاكليها إيه، مبسوسه كده بطعم السمنه كده ودايبه وجميله. تقدري تعملي سمنه على زبده، تقدري لو عندك الخير تعملي سمنه بلدي، ما عندكش خلاص سمنه نباتي. تمام. اللي هي انا بستعمل الكريستال الصفرة. الكريستال الصفرة ملهاش ريحة ولا لها طعم نفاذ، حلوة أوي، بستعملها في كل حاجة. تمام. بدخلها مع زبدة، بدخلها مع سمنة بلدي، بدخلها مع كل حاجة. فبتقومي تجيبي السمنة دي نوعها كويس، فبقى المادة الدهنية تبعك انت ترجع لك. خلاص. فانا بقطع هنا القرصه هنا كبيره جدا، مالكوش دعوه بالكاميرا، لا ده هي كبيره كبيره يعني هتشوفوها. طيب انا شايف عايزه اعمل الكيلو الدقيق اللي هو 8 كوبايات. هتحطي كوبايه السمنه، كوبايه السمنه مليانه زائد كده معلقتين كبار كده مليانين برضو، معلقتين. تمام. بصوا انا هنا بقى ايه، بصوا بنقص بقى القرص اهيت. ما شاء الله 7 كوبايات مديني مقدار حلو. وتنسيش رشه الملح، ما تنسيش ربع معلقه من بيكنج باودر. تمام. دي كل مقاديرك اللي هتحطها بس في القرص. ما بحطش بقى سمسم، لا القرصه الفلاحي بتاعت زمان دي يا جماعه لا كنا بنحط فيها سمسم ولا بنحط فيها حاجه. حابه تحط بين صوابعك رشه ريحه الكحك براحتك برضو، انا ما بحطش فيها حاجه ولا ريحه الكحك ولا الكلام ده. دي قرصه زمان هي كانت كده. وتاكليها بقى مع الشاي. اي نكهه بتتحط في مثلا في حاجه زياده عن اللزوم بتضيع طعم الشاي. احنا الحاجات دي كلها بنعملها عشان ناكلها مع الشاي. هتاكليها تلاقي طعمها حلو قوي. صدقيني والله جربوها وعلى ضمانتي باذن الله. قرصايه واحده كافيه جدا جدا انك تاكليها وتشبعي منها. بس والله انت لو عملت القرص دي بالطريقه ديت مش هتاكلي 2، بس هي واحده والله كافيه اول الفطار. هنا بقى انا سبتها بس بعد ما قطعتها. كانت الصينيه كانت الاولانيين ريحهم فبططتها. بصوا هي عشان طريه بتتبطط معاها بتملى الصينيه ازاي. هنا بقى ايه انا بعملها السمك بتاعها لا تخين ولا رقيق، ولا رقيق قوي، السمك معقول يعني داخل في الرقان كده شويه. لما تخمر حبه هتديني المستوى اللي انا عايزاه. خلاص ما بخليهاش تخينه. لو عملتها تخينه هتطلع معايا قرص طريه، لو عملتها تخينه هتطلع معايا قرص طريه. حبيبتي بقى اللي عايزه من القرص الطريه، القرص الطريه هتبقى ديت برضو. خلي بالكم القرص المبسوسه الناشفه ما بنعجنهاش برايب وبنعجنها بالحاجات دي، لا. انا عامله هنا القرصه المبسوسه الناشفه الدايبه الطريه، يعني داخله في كله. هي طريه ودايبه وناشفه ورقيقه بلبن رايب. اما القرص الطريه اللي انت عايزاها، والقرص الطريه اللي انت عايزاها هتعمليها بنفس الطريقه. تمام. بس هتخلي القرصه بقى تخينه والحجم اللي انت عايزاه. تمام. يعني لما تيجي تبططيها مش هتبططها زي كده. انا عاملاها قرصه دايبه مبسوسه بس عاملاها بلبن رايب، مش عجنها بميه. تمام. او لبن. انتوا كده فهمتوا انا عايزه اوصل لكم ايه يا جماعه. القرص الطريه بنعجنها بالرايب او باللبن او بالحاجات دي. القرص المبسوسه ما بنحط لهاش رايب. بس اني كنا بنعمل القرص المبسوسه بالطريقه دي بقى. بس بتفرق في ايه بقى بينها وبين الطريقه، ان احنا بنكبر القرصه كبيره قد الرغيف وبنرققها. دي الفرق. طب انت عايزاها قرص طريه مش هترققها بقى كده وهتخلي القرصه اصغر من كده. فهمتوني؟ احنا كنا بنعملها كده بالطريقه دي. بتطلع بين القرص الطريه وبين القرص المبسوسه الناشفه، بتاخد كل الصفات. طيب هنا الصينيه انا بدينا حته من الزبده. خلاص ما عندكيش برضو زبده ادينا حته من السمنه. ماشي بلاش زيت لان لو حطيتي زيت تيجي تبططها هتتزحلق مني. تمام. في ناس تقول لك ما تدهنيش الصينيه لا ادهني الصينيه تطلع معاك القرصه متحمره وجميله من تحت. خلاص. انا هنا بططت صينيه اهيت. على فكره ال7 كوبايات دقيق مديني مقدار حلو جدا على حجم القرصه دي. على فكره هي جايه في الكاميرا انا صغيره، لا هي القرصه كبيره جدا مش بالحجم اللي انت شايفاه ده، هي كبيره. فاما بتدهني الصينيه بتديكي الحمار حلو، الحمار القرصه من تحت بتديلك جميله جدا. بصوا شوف انا برجع ابطط تاني بفرد اهوت. انا عايزاها القرصه كبيره قوي قوي يعني. شوفوا هنا قد ايه، قد رغيف الفرن بالظبط. لا مدياني كميه حلوه. بصوا اهي. فحبيبتي عايزه القرص الطريه نفس الطريقه بس بتعملها صغيره بقى وتخينه، مش بتبقى رقيقه كده.
تمام. هنا شويه بقول لكم انا بعملها قد ايه. هتبقى نفس الطريقه بس هتبقى القرصه تخينه واصغر من كده. عايزاها كبيره برضو ان شاء الله هعملها لكم برضو، انا كنت عاملاها وعاملاها لكم برضو. عايزاها نفس الطريقه بس ونفس الحجم وكله، ما ترققهاش. تمام. لكن انا عامله قرص مبسوسه باللبن الرايب، وده اول مره القرص المبسوسه ما حدش بيحط لها لبن رايب، انا حطيت لها لبن رايب. خلاص. دي طريقتنا اللي كنا بنعملها زمان. واللهم صل على النبي. بصوا بتبقى الصينيه التانية اهيت عامله كميه كويسه، يعني كميه حلوه. بصوا هبطط بقى برضو الصينيه ديت. خلصتهم طبعا، بقوم بقى خدت الصينيه وجريت بره عشان انا قربت لكم بقى الكاميرا عشان تشوفوا حجم القرصه. انتوا واخدين بالكم هنا الحجم قد ايه؟ شايفين؟ شايف متهيألي وضحت هنا لما قربت لكم الكاميرا وضحت. وهي اكبر من كده كمان. شوفوا فاضل كمان اتنين، يعني عملت معايا صينيتين. الصينيه دي 60 في 60. صينيه 60 في 60 بعمل فيها الفطيره الكيلو ونص دقيق. بعمل فيها الفطيره كيلو ونص دقيق، اللي بعد ما عجنها بتديني فطيره 2 كيلو عجين. بصوا بقى القرص هتشوفوها بقى دلوقتي. شوفوا الجمال. تحفة تحفة تحفة. عايزة تديني وشها مسحة من اللبن، عايزة تديني وشها مسحة من السمنة البلدي، براحتك. بصوا بعد ما بتخرج من الفرن واحطها هنا في الصينية لازم اغطيها، لازم تتغطى. تمام. بعمل ايه بقى يا جماعة بعد ما تخرج من الفرن؟ بجيب مسحة من حبة من السمنة البلدي، حبة من السمنة البلدي، واقوم جايبة الفرشة ودهنة وش القرص. تمام. هي بس هنا لسه خارجة من الفرن فطرية، هتشوفها بقى دلوقتي لما تهدى بقى شوية هتشوفها بقى، عشان تبقى قرص طريه من اللي انت شايفاها الاول دي. هنا بعد ما خرجت من الفرن كلها حبه من السمنه البلدي كده مع قيمه معلقه، حطيتها في قلب طبق سيحتها، ومسكت قرصه قرصه بالفرشه دهنتها. خلاص. وبعد ما دهنتها قمت مغطياها كده في فوطه مطبخ كبيره، وسبتها كده 10 دقايق ترد مع نفسها. تمام. مسحه السمنه البلدي ديت هتديكي فرق حلو قوي، يعني هتديكي نتيجه كويسه في طعم القرصه وفي لمعانها وفي شكلها. تمام. خلي بالك من النقطه دي، خلي بالك من النقطة دي. أي معجنات تخرج منك من الفرن تكون عاملة، ومش شرط سمنة بلدي، زبدة فيرن اللي أنا بستعملها على طول. معلقة كبيرة من الزبدة الفيرن برضو سيحها بس كده، ودهنا وش القرص بعد ما تخرج من الفرن. تمام. بصوا الجمال. هقطع لكم بقى الوقت وهتشوفوا منظر القرص بين الدايبة وبين الناشفة بين الطرية. إن شاء الله تعجبكم والله، جميلة جدا. مع حته بقى جبنه وكوبايه شاي. انا كنت فيديو المكرونه بشاميل والمعمر اللي كنت وريته لكم. بصوا بقى هنا وانا بقطع الاول. بصوا بقى. ولسه بقى اما تقعد كمان شويه، يعني هنا كنت سبتها يا دوبك ما كملتش ربع ساعه. بصوا شوفوا دايبه دايبه جدا ورقيقه وهشه وفي منتهى الجمال. فايش بقى ما تسيبها بقى شويه وتبرد بقى يجي ساعتين 3 كده هتشوفوا جمال. كنت انا عامله جبنه القديمه ام طحينه دي، كنت نزلتها لكم في فيديو المكرونه بشاميل. عامله علبه كده اهي، دي جبنه قديمه كده بالطحينه بشويه زيت زيتون او زيت ذره، وتاكلي منها مع كوبايه الشاي بصراحه جميله جدا والله. بقى الجو حر، لا انت عايزه فول ولا عايزه طعميه ولا انت عايزه اي حاجه، مفيش قابليه. هي قطعتين جبنه مثلثات، هي القرصيه تاخد قطعتين جبنه مثلث. جبنه كريمي بقى ان شاء الله برضو اعملها لكم. جبنه براميلي، اي جبنه بقى انت بتحبيها، جبنه رومي، انت اي نوع جبنه انت بتحبيه حط على القرصه. جبنه بالقشطه، كل انواع الجبنه. يعني باكل بقى هنا جبنه قديمه اللي هي جبنه المش. شوفوا عامله ازاي، تحفه. ان شاء الله تعجبكم. جربوا الطريقه والله العظيم مش هتندموا. انتوا عارفين ان انا بكل امانه وبكل ثقه بقول لكم اول مره طريقه قرص مبسوسه دايبه باللبن الرايب. زي ما قلت لك هتجيبي نص كيلو لبن رايب، النص كيلو لبن، وتقومي حاطه فيه معلقتين كبار من الزبادي او 3 معالق من الزبادي. طب انا يا شيف مش عايزه لسه اجيب لبن واريب واعمل، انا يا لبن رايب مش هشتري لبن رايب، اللبن رايب غالي. بصوا الجمال. طيب مش عايزه اجيب لسه لبن واعمل لبن رايب، اعمل ايه؟ هقول لك عجيني بزبادي، بس الزبادي هتكلفك، الزبادي هتكلفك. يعني انا لما اجيب نص كيلو لبن ب 17 جنيه مثلا واقوم حاطه فيه معلقتين زبادي، غير ما انا اجيب عشان اعجن الكيلو الدقيق ولا يجي ست سبع زبادي عشان اعجن، ولا 5 زبدات من اللي هي البلد الصغيره، مش
كبيره، ممكن من الكبيره 3 ولا حاجه او 4، بس هتبقى برضو زبادي مكلفه، فهتبقى غاليه عليكي. بس انا بقول لك على كل الاحتمالات هتبقى غاليه عليكي. الناس اللي عندها زبادي مثلا محطوطه في التلاجة محدش ياكل ماشي، لكن انا عشان اقول لك عجيني بزبادي حرام غالي، عشان اقول لك عجيني برايب حرام غالي. اللي انا عجنت بيه دي خلي بالكم للامانه دي مش لبن رايب، دي مش لبن رايب، انا جبت اللبن وروبته كده. يلا مع